السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد. كل سنة وانتم طيبين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ده أول روتين ليا في رمضان، وده هنا تالت يوم رمضان. بس اللي أنا بعمله ده بعمله قبلها بيوم. ما ينفعش إن أنا هاكل فول النهاردة يبقى أنا أقوم أعمله النهاردة، لا، لازم بيتبل من قبلها بيوم. أنقي الفولة الفاتحة الكبيرة، ما اجيبش الفولية الصغننة الغامقة، مش هيستوي معايا ومش هيبقى كويس. حطيت ايه هنا في الفول؟ حطيت انا طبعا نقعها قبلها بيوم في ميه بس. دلقت الميه بتاعته وغسلته كويس وحطيت له ميه نظيفه، وحط له ميه زياده زي ما انتم شايفين. نص ليمونه، واحده طماطم، واحدتين جزر بشرتهم، ومعلقتين خل، ونص كوبايه عدس اصفر. بس كده. وبعد كده احطهم على النار، انا احطهم في الدماسه. انا بس كنت بوريكم في الحله. وبعد كده هو استوى، قعد على النار حوالي 6 ساعات او 7 ساعات. بسيبه الاول يغلي غلوتين كده على النار، وبعد كده بوطي عليه خالص كاني بوطي على الرز، واسيبه كده بقى واقلبه من وقت للتاني. وطلع مستوي وجميل، ومش قادره اقول لكم طري قد ايه، وانا وريته لكم في الفيديو. تمام. هنا بقى بعمل الزبادي. برضو ما ينفعش ان انا هوب عايزه اكل الزبادي اقوم اعمله هيتعمل في ثانيه. لا طبعا. الزبادي ده لازم يتعمل قبلها مش اقل من 6 ساعات او 5 ساعات. انا هنا جبت علبه الزبادي دي، العلبه الصغيره دي ب5 جنيه. فطبعا حرام، وفيها معلقتين اتنين بالعدد. فزبادي البيت بصراحه لا يعلى عليه في طعم وتوفير وكل حاجه. تمام. انا خدت كوبايه الا ربع من علبه الزبادي الصغيره دي على نص كيلو لبن. انا عملت نص كيلو لبن بس عشان احنا عددنا مش كبير زي ما قلت لكم. حطيتها في الخلاط وحطيت عليها كوبايه لبن. اللبن لازم يبقى سخن، مش بيغلي ومش دافي بسيط، لا سخن معقول يعني، ان انا اقدر اشربه. تمام. قلبته في الكسرولة زي ما انتم شايفين بعد ما ضربته في الخلاط بكوبايه اللبن، لان لازم علبه الزبادي تدوب جدا في اللبن، وده حاجه اساسيه. وانا بعمل الزبادي هنا انا طبعا مشغله الفرن. الفرن لازم يشتغل قبلها مش اقل من 10 دقايق او ربع ساعه. انا مشغله الفرن. تمام. هنا النص كيلو طلع 3 كوبايات، وطلع الحبه الصغننين دول. الحبه الصغيرين دول طبعا انا مش هرميهم. انا يعني هم حبه صغيره لا هينفعوا حد ولا هيترموا. فقلت ده بدل ما اشتري علبه زبادي تانية ب5 جنيه، ده للتاني يوم هعمله بدل ما اجيب علبه زبادي من بره. تمام. فاحطه يعني في الزبادي الجديد. وبعد ما طفيت الفرن حطيت الصينيه بالزبادي. بيقعد حوالي من 5 ل6 ساعات. بعد ما خلصت اللي ورايا ده طبعا، قلت ادخل بقى اشوف ايه الشقه كده فيها ايه. اوضه النوم عندي هنا لقيت ان الملايه محتاجه تتغير، فاغير طقم الملايه وكده. ومش معنى ان انا يعني قبل رمضان نفضنا ومسحنا وزعفنا وعملنا، نسيب بقى الدنيا في رمضان وما نعملش حاجة خالص ونسيب الدنيا تتبهدل، وكل اللي عملته وتعبت فيه كله يروح. لا حرام. لازم ايدي في البيت اللي انا تعبت فيه علشان يفضل نضيف. مثلا يعني لما اجي ان انا غسلت غسيل ونشرته ونشف وكده، انا هطبقه واحطه في الدولاب. لا، ما احطوش كده على طول. ابص في الدولاب بتاعي اشوف حاجه متنحكشه، حاجه مش محطوطه مكانها في الدولاب، هدوم خارجه لبره بتاع. اظبط الدولاب قبل ما احط الجديد فيه، يفضل الدولاب كده نضيف. غسلت المواعين وسبتها تتصفى وكده، مش هاجي بعد ما انا تعبانه في المطبخ ومظبطه دورفي وكل حاجه، ارمي المواعين كده. لا، اشوف درج المعالق مثلا، المعالق متنحكشه، لا اظبطها، ضرفه الحلل والمواعين وكده، الغطا مكانه، الحله مكانها، تفضل دنيتي نظيفه. ومفيش حاجه هتتبهدل باذن الله. لان احنا تعبنا جامد قوي قبل رمضان، ومش عايزين، وحرام بجد ان احنا نضيع كل تعبنا. هو طبعا يعني الشغل ما بينتهيش وانتوا عارفين. تعالوا بقى بينا هنا نعمل ايه الفطار. الفطار بتاعنا هنا بسيط جدا جدا وما تستغربوش. انا اول يوم كنت عامله محشي زي الشعب المصري كله معامل. طبعا المحشي قعد عندي لتاني يوم، وعايزه اقول لكم باقي كمان محشي في التلاجة والله سايباه. مش هين عليه ان انا ارميه. غطيته وسبته وقلت اعمل ناكله يوم تاني يكون اشتقنا له. طب تاكلوا ايه يا جماعه؟ قالوا هناكل ايه؟ شاورما. شاورمة فراخ. وهنا طبعا أنا جايبه ربع كيلو بانيه بس لان احنا عددنا مش كبير. غسلته كويس وحطيته شويه خل وميه، سبته يتصفى خالص. وبعد كده انا حطيته على النار بما يتشرب من ميته. قطعته طبعا شرايح رفيعه جدا، زي الشاورما. او انتوا كلكم عارفين طبعا تقطيع الشاورما ازاي، بيبقى رفيع قوي، تقطيع رفيع. وحطيته على النار اتشرب من ميته. حطيت معلقه سمنه ومعلقه زيت، وقلبته تقلبتين كده. وبعد كده هنحط بقى التوابل بتاعتنا، اللي هي عبارة عن معلقة فلفل اسود، نص معلقة بهارات، الملح بسيط. انا بحب الملح طبعا بسيط في كل حاجة. وشوية بابريكا، نص معلقة بابريكا. وبس كده. هي دي التوابل اللي انا بحطها
في الشاورما. تمام. برضو تقلبتين كده، انا مقطعه في طبق تاني بقى واحدتين بصل، يعني بصلتين كده متوسطين. تقطعيهم بقى زي ما تحبي، حتت صغيره. انا هنا بقطع البصل، بقطع البصليه نصين وحلقات. هو ده اللي انا بعمله. عايزه انت تقطعيه صغير مفيش مشكله. بتاخر كده الشاورما كده على جنب، بحطها على جنب كده في الطاسه، واخلي قدامي كده السمنه والزيت او الدهون بتاعتي. اقوم حاطه البصل، اسيبه كده يدبل شويه، ما بسويهوش قوي. واكون مقطعه في طبق تاني فلفل الوان، فلفل رومي اصفر احمر، واحده طماطم، زيتون مخلي اسود او اخضر مفيش مشكله. وبس كده. تمام. ده بالنسبه للي انا هحطه، اللي انا حطيته. وبعد كده باجيب عودين بقدونس، يبقى انا كده قبل ما اطفي على طول بقى. يعني قبل ما اطفي انا بسيبه طبعا ايه، الخضار يا دوب بيدبل شويه، ما بيستويش قوي يا جماعه، لازم يبقى فريش. باجيب عودين بقدونس كده لما بكون خلاص هطفي، واقوم مقطعاهم تقطيع رفيع كده. بيدوا طعم قوي، وطعم وريحه جميله قوي في الشاورما بصراحه. من غير البقدونس هتحسي ان الطعم مختلف. تمام. بس كده انا يا دوب هقلب بقى تقلبتين وهطفي عليها. وده كان فطارنا النهارده. بسيط وظريف قوي والله. وعايزه اقول لكم ان احنا اكلنا وشبعنا، وما تقولوش ان ايه ده هو ده الفطار. والله يا جماعه مش بكتر الاكل، الاكل بيبقى كتير قوي وخساره، الحاجه غاليه والاكل بيترمي، واحنا لسه رمضان قدامنا ما شاء الله يعني كتير. وهنا حطيت على فكره معلقه خل او معلقه ونص كده خل، مش اكتر من كده. وهطفي بقى كده خلاص عليه. وبعد كده هجهز، انا مجهزه عيش شامي، العيش الكبير. عايزه تجيبي عيش سوري مفيش مشكله، انا بالنسبه لي بحطه في العيش الشامي. كنت محمره هنا واحدتين بطاطس، عامله سلطه طحينه. بحط في الرغيف كده سلطه طحينه وكاتشب. عايزه تحطي مستردة حطي، عندك كابوتشا، عندك خس، عندك الحاجات دي كلها جميله في الشاورما قوي. بس انا بمشي نفسي بصراحه باللي عندي، انا ما بوقفش على حاجه ابدا. باحط واحدتين البطاطس كده اللي انا محمراهم، بظبطهم كده في الرغيف على الحرف. وبعد كده بحط الشاورما وبلف الايه الرغيف. عايزه تجيبي بقى الطاسه تيفال وتحطي فيها معلقه زيت، وتاخديه يعني تديه لسعه كده من الناحيه دي ومن الناحيه دي، مفيش مشكله. مش عايزه برضو جميل ومفيش مشكله خالص. هنا انا بلح وعامله عصير فراوله. وده كان فطارنا النهارده، وما تعيبوش والله شبعنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.